السلام عليكم. احنا لسه في شهر ذو القعدة، يعني الأشهر الحرم. الفترة اللي احنا فيها دي كل سنة وانتم طيبين. فترة مليانة بالخير والبركة والرزق. عايزة أفكر نفسي معاكم إن احنا ما زلنا في شهر ذو القعدة. الأشهر الحرم اللي هي بتزيد فيها الحسنات وبتقل فيها السيئات. نحاول على قد ما نقدر نكتر من حسناتنا، ونحاول على قد ما نقدر نتجنب السيئات. معانا الشهر ده ان شاء الله ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، الثلاث شهور ورا بعض من الاشهر الحرم اللي حرم فيها ربنا سبحانه وتعالى القتال، وفي نفس الوقت الحسنة فيها بتتضاعف مهما عملتها. لو تصدقت بجنيه ما تستقلوش عند ربنا 1000 جنيه. يعني اللي تحسبوه هين هو عند الله عظيم، سواء خير سواء لا قدر الله شر. اللي ربنا يقدرك عليه. تصدقت، صليت ركعتين، قريت شوية قرآن، استغفرت، أي حاجة. حتى اللي احنا بنعملوه مع أولادنا لو عملناه بنية ان احنا عاملين كده ابتغاء وجه الله، هتبقى صدقة عن اولادنا وعن بيتنا. فعايزين ان شاء الله ربنا يقدرنا على قد ما نقدر الحسنات عشان تتضاعف في الاشهر الجميلة دي، ونتجنب على قد ما نقدر السيئات لانها برضو بتتضاعف. طب لو لا قدر الله حصل غصب عننا حاجة أو حصل سيئة أو حصل ذنب، نسرع في التوبة زي ما اتكلمنا قبل كده. نسرع في التوبة والاستغفار، ونحاول نصلي ركعتين التوبة السنة المستحبة دي ونستغفر، وإن شاء الله ربنا هيتقبلنا.